صنعاء كانت وستعود لسابق عهدها عن قريب بإذن الله بوابة تاريخ اليمن العربي الأصيل، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقبل أهلها الشرفاء أن تمتد إليها وتبقى أيادي المجوس وأذنابهم، والتي تسعى لطمس هويتها العربية الأصيلة. اليوم تكشفت كل الأوراق والأبواق الإعلامية والتي تحمل رايتها قناة الجزيرة، ذلك المنبر الذي نشر من خلاله المرتزقة أجندتهم وسمم عبره بائع أوطانهم أفكار الشباب، ولكن صوت الحق والعقل والحكمة اليمانية في نهاية المطاف هي الغالب. من يشاهد هذا الشعب العظيم اليوم، الشعب اليمني، وهو يهتف لا حوثي بعد اليوم، يدرك أن استكنانه لم يكن أبدا استسلاما، وأنه اليوم أكثر إصرارا لاستعادة مجده العربي بعد تخلصه من حفنة الميليشيات الإيرانية والتي تلهث خلف سراب الوهم. الوطن محتاج وقفة ويرجع لنا، خل ننسى مشاكلنا وزعلنا. الوطن محتاج. اليمن في أحسن حال إن شاء الله، وفي تطور، وفي ناسها ورجالها ممتازين إن شاء الله، وللأفضل إن شاء الله. والله الحمد لله مشاعر لا توصف، ونحمد الله أن احنا تخلصنا من زمرة الحوثي التي كانت جاثمة على قلوب الشعب اليمني. مشاعرنا عظيمة تجاه اليمن لاستعادة أمنها واستقرارها وهيبة الدولة، ونشكر كل من شارك داخل اليمن أو خارج اليمن. احنا مبسوطين وفرحانين على الصوت اللي سمعنا اليوم، كأن احنا مولودين، ما كأن احنا يعني مولودين فعلا حقيقة، يعني مش كذب. الحمد لله ان ربك كشف عنا الغمة اللي كانت متواجدة في اليمن، وان شاء الله ان ترجع اليمن لحضن الخليج، وان الخليج تحتوي اليمن بشكل عام. بداية جميلة إن شاء الله، وإن شاء الله تستعيد قوتها، وإن شاء الله تستعيد العرب في اليمن، هي أصل العرب اليمن، وإن شاء الله أنهم انتهوا. شعرنا والله شو نحمد الله ونشكره على هذا الحدث العظيم. واليمنيين معروف الحكمة يمانية والإيمان يماني، والحوثي ليس يمثل اليمن ولا هو إلا كنقطة في بحر. بصراحة اليوم مشاعر جياشة، يعني ولدنا من جديد، حسنا ان احنا رجعنا الى الحضن العربي. أهني الشعب اليمني كافة بمناسبة استعادة هيبة اليمن والدولة العظيمة، وألف مبروك للشعب اليمني، وهذا هو الشعب اليمني، ما هو بغريب عنه. نحمد الله ونشكر على كل شيء أن تم طرد الحوثيين من العاصمة صنعاء، وإن شاء الله ترجع اليمن سعيد كما هي سعيد دائما. إن شاء الله أنها بتنحل الأزمة بإذن الله تعالى، وإن شاء الله أنها ترجع اليمن آمنة كما كانت أولا، ونحن نأمل إنهاء الحرب بإذن الله تعالى. أعتقد بأن صنعاء عادت، إن شاء الله تعود لحضنها العربي. نتمنى يعني أن الشرعية يعني ترجع إلى صنعاء، يرجع الأمن والأمان إلى داخل المدينة نفسها. والله احنا فرحين باللي صار اليوم في العاصمة صنعاء، يعني احنا ضد الانقلابيين. أتمنى أن الشعب اليمني يقف في اتجاه واحد، في مسار واحد ضد الحوثيين. شعورنا لا يوصف بانتهاء زمرة الحوثيين وصلاح اليمن إلى أحسن إن شاء الله. ونتمنى أن يتعد كل من في اليمن ضد هذه السلالة الطائفية المذهبية. إحنا شعب الإيمان والحكمة، وليس لدينا أي مذاهب ولا طائفية ولا حزبية، نتمنى أن نعيش بسلام. والله يوجه هذا أول إن شاء الله، أول حركة بداية إن شاء الله النصر، ونوجه رسالة لليمنيين إن شاء الله كامل بكل المحافظات ألا يوجد حوثي في داخل أي محافظة. وأوجه رسالة اليمنيين عامة أنه لازم نتحد يد واحدة ضد الحوثيين. اليوم يوم جميل، يوم عظيم، يوم النصر، يوم العزة. الشعب اليمني انتفض انتفاضة قوية جدا، ونتمنى أنهم يستمروا في الانتفاضة هذه، وهذه هي الفرصة، فرصتنا ما بتتحقق، جتنا اليوم ولازم نستمر عليها. نداء لكل الشعب اليمني، التوجه للشارع، الانتفاضة الحقيقية إن شاء الله، ومن انتصار إلى انتصار، وإن شاء الله النصر حليفهم إن شاء الله. الوطن وطن محتاج وقفة ويرجع لها، خل ننسى مشاكلنا وزعلنا.
يكفي معاتب ولوم نتكاتف في اليوم، نعلم أطفالنا تبني وطننا، الوطن محتاج وقفة ويرجع